أهلا بيكم في وصفة جديدة. هنعمل مع بعض إن شاء الله دلوقتي كباب الحلة بالفلفل، وطبعا ممكن نعمله من غير فلفل زي ما تحبوا. أهم حاجة عندي تبقى اللحمة لحمة صغيرة، يعني لو بالتلو تبقى حلوة جدا، لو ما كانتش بتلو يبقى هنضطر نتعامل معاه معاملة تانية. طبق في منتهى الجمال. اللحمة ناعمة جدا، مستوية سوا ممتاز، طعمها كده مع الفلفل والزنجبيل الفريش في منتهى الروعة. تعالوا بقى عشان نقول هنحتاج ايه. معايا كميه من اللحمه البتلو، انا مقطعاها مكعبات تكون كبيره شويه، وفلفل اخضر متقطع مكعبات كبيره شويه، وحوالي من 3 ل 4 بصلات كبار مبشورين ناعم، واربع او خمس فصوص من الثوم برضو مفرومين ناعم، وملح وفلفل، ومعلقه سكر، ومعلقه زعتر كبيره مليانه، ومعلقه صغيره مليانه من البهار المشكل اللي هو بهار اللحمه. وقلت لكم قبل كده مواصفات بهار اللحمه تبقى عامله ازاي. هحط شويه من الزيت ومعاها مكعبين من الزبده، وهسيبها تسيح معايا، وهنزل عليها باللحمه، اديها تشويحه حلوه قوي، وهحط لها شويه من التوم اللي احنا مجهزينه عشان تاخد من ريحته، ورشه ايه، ممكن تحط لها رشه ملح ورشه فلفل ورشه من البهار اللي احنا مستعملينه. انا هنا ما حطيتش على اساس ان انا كده كده هبهرها اول ما ابدا شغل اساسي فيها. انا هنا بجهزها عشان اشتغل فيها مع البصل. هديها تقليبه. بعد ما حطيت التوم بقيت معلقه تانية، وهبدا اقلبها واسيبها تتشرب ميتها اللي هي بتنزلها خالص، وايه، تتشوح وتتحمر شويه فيها، يعني يا دوب هتبدا تدخل في السوا. احنا عارفين ان البتلو بتستوي بسرعه. كده غيرت اللون ونزلت الميه وبدات تشربها. هروح بقى في حله تانية، وهحط شويه من الزيت، وهنزل بالبصل. قلنا من 3 ل 4 بصلات كبار مبشورين ناعم، وهقلبهم لحد ما يصفروا شويه معايا بسيط ويتبلوا. هنزل عليهم ببقيه التوم اللي انا كنت مجهزاه. انا بوريكم هنا اللحمه اهي شربت 3/4 الميه، ولسه بدأت تشرب. على فكرة ما زودتلهاش ميه خالص، هي نزلت ميتها وبتشربها. هنا حطينا بقية التوم، وهيصفر بس وياخد لون حلو معايا ويدبل. يا دوب بس يا جماعة يصفر ويدبل بس. هجيب بقى اللحمة اللي انا شوحتها بعد ما شربت ميتها خالص خالص، وهحطها على البصل والتوم، وهدي تقليبة لحد ما اشم كده اللحمة كأنها بتتحمر. احط كل البهار بتاعي. ادي بهار مشكل، والزعتر معلقة كبيرة مليانة، والسكر معلقة السكر حلوة بتخلي طعم رائع جدا في اللحمة، وبتديها بتفتح لونها. والملح والفلفل الاسود، ادي السكر وقبلها كان الملح والفلفل الاسود. وضفت كمان بعد كده معلقة من الزنجبيل الفريش مفرومة ناعم، او ممكن لو عندكيش فريش تاخدي زنجبيل عادي بودر. وهغطيها بالمية المغلية، يا دوب تتغطى بس زي الرز. وكل ما الميه تقل شويه هزود شويه، كل ما الميه هتقل شويه هزود انا كمان حبه صغيرين. ما تكتريش الميه عشان تفضل اللحمه معاكي متبهره، ما تبقاش زي اللحمه المسلوقه، تفضل ليها طعم ولون وحلوه ومستويه في نفس الوقت. هنا انا بوريكم بقى سواها على مراحل. انا غطيتها وسبتها تستوي، وبعد ما يدوب خلاص قربت اطفي عليها، هنزل عليها بالفلفل الرومي مكعبات كبيره مش صغيره عشان ما يتهريش معاكي، وعشان وقت الاكل تلاقيه باين. وهتقلبي تقلبتين وتغطي وتسيبيه ايه ياخد سوا، يعني مثلا في اخر 10 دقايق من سوا اللحمه هنضيف الفلفل. وممكن طبعا تحطي بطاطس، مكعبات بطاطس. في ناس بتحط مكعبات بطاطس مع جزر، او مكعبات بطاطس مع فلفل زي ما تحبوا. بس الاساسي لكباب الحله انه يكون اللحمه والبصل بالكميه اللي قلنا عليها. البصل تكون كميته كبيره. بعد كده تضيفي الفلفل، ده اختيار ليكي. تضيفي بطاطس برضو، ده اختيار لو تحبوه. وغطيت عليها وسبت الفلفل ايه ينزل ميته مع معلقه السكر اللي احنا حطيناها. هيدي طعم في منتهى الجمال مع اللحمه. بصوا بقى دايبه دوب على الاخر، ومعاها شويه كده من الصوص الخفيف بتاعها ده من الكراميل، مع معلقه السكر اللي حطيناها مع الفلفل، يعني ميكس في منتهى الجمال. ضروري ان شاء الله تجربوها وتقولي لي رايكم. وما تنسوش معلقه الزعتر ومعلقه الزنجبيل لان بتدي نكهه فظيعه. هنا هنقطع منها حته عشان اوريكم قد ايه هي مستويه ناعم قوي. قدموها بقى مع الرز الابيض، رز بسمتي ابيض، رز بالشعريه، روعه. طعمها وريحتها والله في منتهى الجمال.